الصين تعلنها صراحة إلى أمريكا. حسب صحيفة بلومبرغ قالت أن الصين هددت أمريكا بشكل رسمي، حيث أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، والذي هدد البحرية الأمريكية وقال إن السفن الصينية تعبر مضيق هرمز، وأن الصين لديها اتفاقية مع إيران، ولذلك لا أحد يقدر على المساس بالسفن الخاصة بنا. وهذا إعلان حرب من الصين، أن لو أمريكا منعت السفن الصينية من المرور وقتها، الصين سوف ترد بضرب الأسطول الأمريكي، حيث أعلنت الصين أن السفن الخاصة بها ستمر في كل الأحوال. وكذلك أعلنت الصين منذ ساعات أنها لن تصبر على الحصار البحري الأمريكي، حيث تعتبر أن الصين هي أكثر دولة تأثرت بالحصار في مضيق هرمز، ولذلك لن تصبر طويلا وستدخل الحرب الإيرانية بكل قواتها. وحسب صحيفة وول ستريت جورنال قالت أن أمريكا تستخدم الآن حوالي 15 سفينة حربية للحصار في مضيق هرمز. لا بد أن تعرف أن الحرب بشكل تدريجي بدأت أنها تأخذ طابع الحرب العالمية، ومن المحتمل أن الأمور تزداد سخونة في حال عادت إيران وأمريكا في الضرب المباشر. في نفس الوقت وصلت الآن طائرتان شحن عسكري أمريكية من طراز C-17 إلى قاعدة موفق السلطي في الأردن، حيث تستعد أمريكا بكل قوتها لمعركة دموية قادمة ضد إيران.